السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل حالة سهل وبسيط في البيت بكل سهولة. معلقتين من الدقيق كبار مهرمين، كيكة المج بكل سهولة في البيت، ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة صغيرة من السكر مليانة، ونقلبهم كويس مع بعض. نخلط الخليط ده كويس مع بعض عشان يتجانس. وعندنا 6 معالق من الزبدة السايحة، فضلت الزبدة المرة دي عن الزيت. وعندي 8 معالق ل 10 معالق من الحليب حسب القوام ما انا محتاجه يعني. وهنا ضفت نص معلقه في نص معلقه صغيره كاكاو خام، يعني نص معلقه كاكاو خام. ضفت ربع في ربع يعني، دي كده نص معلقه كاكاو خام. وده القوام المطلوب اللي انا عايزه واللي حضراتكم تعملوه، هو ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لا هو تقيل قوي ولا هو سايب قوي، قوام الوسط. وعندي 4 قطع من الشوكولاته مكسرهم كده من قالب الشوكولاته اللي عندي. وزي ما انتم شايفين كده الجمال والتراضع هيخش الفرن لمدة 7 دقايق على درجة حرارة 240. اللي عنده ميكرويف هياخد دقيقة ونص لدقيقتين. وزي ما انتم شايفين كده الجمال والطراوة والحلاوة مع الشيف محمود. حالة سهل وبسيط في البيت للأولاد بكل سهولة، مفيش تكلفة عالية. ممكن تعمل كيك في البيت أو من غير بيض ومن غير حاجات كتير. لكل ست في البيت عايزة تحلي لأولادها ممكن نعمل كذا مج من دولت للأولاد. حالة سهلة وبسيطة، وكل سنة وانتم طيبين.